صباح الخير البنات، كي راكم؟ واش راكم؟ لاباس غايه ان شاء الله، يا ربي تكونوا لاباس عليكم. اليوم جبت لكم البانكيك اللي كمان نعرفوه ساهل خفيف ظريف، تحضريه في 5 دقائق واقتصادي بدون بيض. اهم حاجه وركزوا عليها مع البيض، راهو غالي. هذا البانكيك الوصفه تاع اليوم بربي ان شاء الله ديريها بلا بيض وبالمعجون كيما تحبي، المعجون ولا شي كلها انت وكل واحد وذوقه. انا في الحق انا نحب نديرها بالمعجون. قلت لكم وصفه اقتصاديه على خاطر ما فيهاش البيض. صدقوني هي ولا الوصفه اللي فيها البيض كيف ما تقدريش تفرقي بيناتهم. وحنا كعارفه بلي البيض راهو غالي، ماشي غير البيض، كلش راهو غالي. بدينا دائما نميلوا للوصفات واللغوسات اللي ما فيهمش البيض، ميم اللي عنده حساسيه تاع بيض ولا. المهم هذه قلت لكم الوصفه تاع البانكيك تاع اليوم بدون بيض. واش نحتاجوا؟ على بركه الله نبدا. نحتاجوا الكاس ونص فارينه. شوفوا انا حنعطي لكم العبار هذا تاع كاس ونص، وانتوما الا حبيتوا تزيدوا ديروا كميه كبيره ضاعفوا. مثلا العوضه اللي ديروا كاس ونص ديروا 3 كيسان، وكل حاجه ضاعفوها ضربوها في 2. انا جبت هنايا شوفوا ديروا، انا هنايا الفارينه كنت ديجا غربلتها، فارينه عاديه ماشي زعما لا شرط تكون فارينه تاع كاطو ولا اللي جات اللي عندكم في الدار. هذه درت قيس كاس ونص تاع الفارينه. قلت لهم انا هنايا الفارينه ديجا كنت مغربلتها، كاس ونص تاع الفارينه. نزيدوا معاه كاس ونص تاع الحليب هذاك يكون دافي، ما يكون ماشي زعما من فريشيدار بارد ديروه، لا يكون دافي. دوك تشوفوا هنايا قبل ما نزيد الحليب نضيف النواشف. وشو هما النواشف اللي نديرهم؟ قلت لكم كاس ونص تاع الفارينه، نزيد عليها شويه ملح. اكيد مش انا هنايا شويه جاتني قليله، زدت عليها شويه قيس نص مغرفه ماشي كبير تاع ملح، قل من نص مغرفه صغيره. انا درت لها مغرفه تاع اللافاني. الكاس ونص هذا انا حندير فيه 10 غرامات تاع خميره الكاطو. بصح شنو الا حبيتوا مثلا تنقصوا هذيك الشكاره تنقصوا منها شكاره تاع المغرفه تاع قهوه نورمال، يا اما ديروا شكاره مكموله تاع الخميره، يا اما تنقصوا منها شوي. وما تنساو 2 مغارف تاع السكر. هاني زدتهم 2 مغارف تاع السكر، هو اللي حيعطيو لك شويه الحلاوه وشويه ديك التحميره. 2 مغارف تاع السكر. نعاود لكم النواشف: كاس ونص فارينه، 2 مغارف سكر، شويه ملح، شويه لافاني، وباكي تاع الخميره ولا حبيتوا تنقصوا منها شويه نقصوا. هنا بعد ما خلطت النواشف مليح وندمجوا، نجي نضيف الكاس الاول تاع الحليب دافي. راني نقول لكم كاس دافي، ما ديروش بارد من الفريشيدار. نخلطوا اكيد قلت لكم هي حتدي لي كاس ونص بالحساب. انا جاتني بالحساب. النص هذا ثاني. دوكا شوف انا درت الكاس، دوكا حنزيد النص. انا النص ما تفرغوش دفعه واحده، فرغوا منه وخلوا شويه بالك كل واحد الفارينه تاعو. كاين الفارينه تاعو تشرب، كاين الفارينه تاعو ما تشرب. انا هنا ما فرغتوش مره واحده. دوكا نخلط ونصيب. اذا كان جاني شويه ثقيل راني نزيد لك شويه الحليب اللي مازال. وإلا صبتوا سوا ما نزيدهاش. انا هنايا جاني شويه مازال ثقيل، زدت هذيك الفتيته تاع الحليب اللي قاعده. هذيك هي إيه معناتها جاتني كاس ونص بالحساب. كاس ونص فارينه، كاس ونص حليب، وحده خميره تاع كاطو، 2 مغارف سكر، شويه ملح، ووحده لافاني اللي ما عندك ما ديريش. انا ماشي شرط خاطر ما فيهاش البيض معناتها مش حتجي زعما الريحه ولا عادي. احنا بكري نديروا لافاني. وبالتالي كي تخلطي كلش تضيفي 2 مغارف معمرين تاع الزيت. كي تخلطي داك الخليط ويتجانس واللي يرطب مليح زيدي 2 مغارف تاع الزيت ودخليه مليح ثاني في الوسمو هذا، في هذا الوسمو الخليط. خلطي ثاني مليح. شوفوا دوك انا هنايا ندخل لكم هذاك الزيت اللي حنخلطو، وبعد كده ديريكت نبدا نطيب. شوفي صدقيني في 5 دقائق شتاهو تحضري الحوايج تاعك هذوك اللي راح تخدمي بهم تحطيهم قدامك. ما تظليش رايحه وجايه نسيت السكر نسيت. لا حطي كلش قدامك، حطي قدامك الفارينه قدامك السكر وبداي خلطي. قلت لك في 5 دقائق تكملي. انا هنا جبت المقله تاع ليكخاب، والله كاينين واحد المقلات هكا يتباعوا بدواور خاصين بالبانكيك. انا ما عنديش، وبصح انا شتيهم انا دائما نطيبهم في المقله تاع ليكخاب ويصلحوا لي يجوني هايلين. المهم شوف تاع ليكخاب مقله، المهم مقله ما تلصقش. هذا مكان حطيت فيها شويه تاع زبده ذابت ودهنتها باش نضمن بلي ما يلصقوليش. غير فتيته تاع مارغرين هنا ونبدا نطيب. انا كيما هكا راني ندير فيهم صغار، ما رانيش ديريهم صغار. البانكيك يجوا صغار ما ديرهمش كبار، كي يجوا كبار شويه يجوك سامطين. واش ديري وحده زعما كيما حبه البغرير؟ لا كيما هكا كيما راني ندير. انا هذه المقله شوفي رفدت لي 3 حبات. انت هي المقله تاع قاده ترفد لك وحده، قاده ترفد لك 2، ولا كانت كبيره قادره ترفد لك 3. المهم انت والمقله تاعك. وقلت لكم يعني من الاحسن ديرهم صغار.
الحاجه والسر الاساسي في البانكيك وباه يجي كيم يطلايب احمر من فوق ومن تحت. ما شفتوا بدا يثقب هنايا، شوفوا كي يبدا يثقب تقلبوه، ما تخلوش يبدا ينشف. شوفوا ويلا شفتوا راه مثقب هنايا، مازال هذا وين ثقب، شوني مازال عجين من فوق، راكم تشوفوا فيه راهو عجين. ركزوا لو كان يبدا يطيب ويدخلوا الطياب من فوق، راهو الشكل الوجه الفوقاني الزاوج هذا راهو مش راح يجيك مثقب وما يجيكمش احمر كما هذه الجهه. فهمتوا؟ نعاود لكم، لازم تقلبوه والوجه الثاني هذا عجين، ما تخلوش يدخلوا الطياب. لو كان يدخلوا الطياب راهو راح يجيكم ناشف الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه راح يجيك فيه مثقابي هذو، يجيك شو اللي مثقب وما يجيكش احمر من الجهتين. بعد يجيك احمر من هذه الجهه والجهه الاخرى. قلت لك تقلبيه غير يخرجوا دوك الثقابي كامل وهو عجين، اقلبيه. هذا سر بزاف مهم في البانكيك وباش ينجح لك. هنايا انا قلبتهم ونشوف من ذاك نطلع عليها ولا صبتها خلاص حمارت. دوكا تشوفوا شفتوا هنا انا شوفوا المقله الاولى جاتني مثقب عليها خاطر خليتها نشفت. كي قلبت هذه الجهه الزوجه جاتني فيها ثقابي شغلي بغرير بصح. كي تقلبيها بالخف شتو راح تجيكم نفس الوجه الفوقاني والتحتاني حتخرج لكم كيف يعني. نركز لكم ونعاود لكم على السر، قلبوها وهي عجين غير دير ثقابي. شوف قلت لكم المقله الاولى دارت لي ثقابي يعني خساره اللي ما صورتها لكمش. المقله الزوجه هذه كي قلبتها بالخف ما دارت ليش ثقابي. شوف دوكا تشوفوا باللي ها شفتوا كيف راهي حمارات كيف كيما تحت كيما الفوق. المهم طريقه الطياب هذه جد مهمه، ركزوا عليها. من بعد كي يطيب دوكا نعاودو نرجعوا ان شاء الله. كي يطيب تشوفوا كيف ندير. انا قلت لكم نديروه بالمعجون شوف كاين اللي يحبوا بالمعجون، كاين اللي يحبوا بالعسل، وكاين اللي يحبوا بالشيكولا. انا في الحق شوفوا كان عندي معجون في الدار، درت بالشي المتوفر عندي في الدار. هذا المعجون انا راني خادمته في الدار كاش ان شاء الله نحط لكم كيف تخدموا. انا هذا المعجون تاع المشماش شفتوا كيف راهي حمراء، شفتوا حمراء منه راهي عندها نفس الطياب طايبه كيف. قلت لكم انا هذا المعجون راني خادمته في الدار كاش نهار ان شاء الله نحط لكم الوصفه في وقت. شوفي كون في وقت المشماش ان شاء الله نحط لكم الوصفه تاع المعجون تاع المشماش. هنا نورمال تي قلت لك كل واحد وذوقه اللي ياكلها بالعسل. كان اللي يديرها شوفوا حبه فوق حبه ويدهن شغلي وكانها تاغت، حبه فوق حبه ويدهن ومن بعد يقطع بالموس وياكل. انا في الحق نحب كيما هكا، بغا نحس تجيني كيما هكا ندهن بالحبه او ناكل. انا ولادي هكا ناكلوها نديروا كيما هكا ندهنوا بالحبه وناكلوا كيما هكذا وتاكلي كيما قلت لك. تحبي ديرها بالشيكولا تحبي ديرها بالمعجون. والسلام. ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.